ارميها في الحليب المغلي وانت هترجعي تقفي على رجلك تاني خلال ساعة واحدة بس، وهتنسي ألم العظام والمفاصل، وهتنسي ان انت تروحي لدكتور تاني. انا عارفة ان انت بتشوفيني دلوقتي وجنبكي كيسة من الأدوية والمسكنات، بس انا النهاردة مش جايبالك مسكن، انا جايبالك حاجة هترجعك تقفي تاني على رجلك وتطلعي وتنزلي السلم من غير ما تحسي بتعب خالص. في طاسة هتحطي بقى كوباية من اللبن، ويا ريت بقى لو كان عندك لبن كده جمس، وبعد كده على نار هادية خالص زي ما انت شايفة. والمكون بقى الأساسي معايا النهاردة وشوية من الحلبة. بعد بقى ما عدى عليها فترة كده، انا غطيتها وعدى عليها بالظبط حوالي ساعة ونص، هتدوسي على الحلبة هتلاقيها بقت طرية جدا. هتحطي اول حاجة معلقة من الجنزبيل، المعلقة دي الصغيرة قصادها معلقتين من زيت الزيتون، ولازم يكون زيت زيتون بكر ويكون نوعه نضيف. دي بقى تاخدي منها معلقة على الريق بعد ما كده ما تسيبيها منقوعة لمدة يوم. دي بقى هتنسيكي اي وجع لظهرك، مفاصلك، ركبك، اي حاجة عندك. ليه بقى؟ لان هي بتنشط